لو انت بتعمل تبادل اشتراكات وبتستغرب ليه فيديوهاتك مش بتتشاف، يبقى انت حرفيا بتدمر قناتك بايدك. تابع للاخر لاني في الاخر هقولك البديل الصح اللي يجيب مشتركين حقيقيين مش ارقام فاضية. اول حاجة معانا تحديد الجمهور. تمام، الفيديو ده معمول مخصوص لاي حد لسه مبتدئ على اليوتيوب او عنده قناة مشاهداته ضعيف او بيفكر يعمل تبادل اشتراكات عشان يكبر بسرعة. لو انت واحد من دول ركز لان اللي جاي ده هيفرق معاك فعلا. في فكرة غلط منتشرة جدا على اليوتيوب ان كل ما عدد المشتركين يزيد كده ان القناة تنجح اكتر، وعشان كده ناس كتيرة بتدخل جروبات تبادل اشتراكات وتشترك لبعض. سؤال مباشر بس خليك صريح مع نفسك، المشترك ده هيستنى الفيديو ينزل، هيضغط عليه، ولا مجرد رقم يكمل الرقم بس؟ ليه تبادل الاشتراكات مضر؟ السبب الاول قاتل للانتشار. المشترك اللي جاي تبادل مش مهتم بالمحتوى بتاعك، يعني الفيديو ينزل مش هيضغط عليه ونسبة النقر تنهار قوي، مش هيبقى ولا في نسبة نقر للفيديو ولا هيبقى متوسط مشاهدة. السبب الثاني كسر مدة المشاهدة، حتى لو فتح الفيديو هيقفله بعد ثواني، وده يقلل متوسط المشاهدة واليوتيوب يفهم رسالة واحدة: الفيديو ده مش عاجب الناس خالص. والسبب الثالث اللي هو اخطر حاجة في اليوتيوب ذكي وبيكبر القنوات اللي فيها مشتركين كتير، زائد تفاعل قليل بالنسبة للقناة دي مش طبيعية ومش بيحب يرشحها. مثال واقعي يكفي اي جدل، خلينا اديك مثال بسيط جدا. قناة فيها 3000 مشترك والفيديوهات بتاعته بتجيب 40 مشاهدة، وقناة تانية فيها 200 مشترك والفيديوهات بتاعته بتجيب 300 مشاهدة. أنا الأحسن من دون؟ مين اليوتيوب هيدعم ومين هيطلع للناس؟ أكيد القناة التانية. يبقى العبرة مش بالعدد، العبرة بالجودة. وانا مش بقولك الكلام ده تنظير، عن تجربة تبادل الاشتراكات بيدي احساس كده انك كبرت، بس الحقيقة القناة بتوقف وما بتتحركش، واكتر الناس ندبت على تبادل الاشتراكات هي اللي جربته بنفسها. البديل الصح اللي هقولك عليه دلوقتي. طيب نعمل ايه بدل الغلط ده؟ اول حاجة محتوى يحل المشكلة. يعني ايه محتوى يحل المشكلة؟ يعني تنقي محتوى يكون فيه مشاهدات وتبدأ انت تعمله من نفسك. زي ايه مثلا؟ اعمل فيديو عن يحل مشكلة حقيقية ناس بتدور عليها فعلا. تمام. اتنين، هات هوك قوي، يكون مثلا الهوك اول 10 ثواني لازم يشدوا المشاهد، لو ما شدوش المشاهد الفيديو هيعتبره مات. تمام. تالت حاجة طلب اشتراك ذكي، مش تقول مثلا اشترك وخلاص، لا، قول اشتركوا عشان تستفيد مع الفيديو الجاي. مثال، لو شغلك على يوتيوب اشتراك لان المحتوى معمول ليك، ده مثلا هيخلي المتابع على طول يشترك على القناة. رسالة نفسية تضرب في القلب، اسمعني كويس، مشترك واحد حقيقي أحسن من 1000 مشترك تبادل. كبروا ببطء بس بثبات، القناة اللي بتكبر صح بتكمل. تمام. لو الفيديو عجبك اعمل لايك عشان يوصل للناس اكتر، واكتب لي في التعليق رأيك كيف تبادل الاشتراكات، ولو حابب اعمل فيديو عن طرق حقيقية لزيادة المشتركين قول لي وانا اعمله لك فورا. سلام.